أعماق القلوب المتفتحة للحياة انبعث هذا الحب ليربط بين هذين القلبين في أروع قصة عاطفية قدمتها السينما العربية. الفيلم العربي يقدم حكاية حب، قصة قلوب تعيش بالحب، وعيون تفيض بالحب، وأرواح تهيم بالحب. حكاية حب ترويها أجمل أغاني الحب، يشدو بها عبد الحليم حافظ، وتصورها أمتع مواقف الحب من مريم فخر الدين. حكاية حب، الفيلم الذي تعيش أغانيه في القلوب وترددها الملايين. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه؟ هتقولوا انشغالي وسبق الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ انا ابتداء من دلوقتي هاكل تندي شركسيه، حمام مشوي، خرشوف محشي بقلوب العصافير. مش فاهم حاجه ابدا. المليونيرة عيشة هانم زادة. ايه طلعت عمتك؟ احمد لم لسانك. احمد ما تغيبش علينا يا احمد، انت عارف ملناش في الدنيا غيرك يا ابني. حكاية حب تفوق على جميع الأفلام وسجلت إيراداته أرقاما قياسية. ابدا، نفسي ده وحسيت اني هتخنق. ازمه متعود عليها من زمان، بس المره دي جت صعبه قوي. انا متاسف، ما قدرتش اجلوش. معلش، بس الدكاتره قالوا ايه؟ الدكاتره بيقولوا اني يمكن اعيش سنه واحده بس. ابعد عن طريق نادية، ما تحاولش تقابلها تاني ابدا. توعدني؟ اوعدك يا دكتور. بعدك نار، قربك نار، واكتر من نار. نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار حب. نار 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 يا حبيبي.